عرفتوا شنو هو المعنى ديال التعادل مع البرازيل في اول ماتش ليك في كاس العالم؟ وتقرا في الصحافه الاجنبيه ان المغرب يكتفي بالتعادل مع البرازيل، او لا المغرب والبرازيل يقتسمان لنقاط المباراه. في حد ذاته انجاز كبير، ومع العلم انه عندنا واحد لو روغري صغير انه ما قدرناش نسدوا الماتش من بريمير. بدينا بواحد التوهيم، وهمنا البرازيل انه غنضغطوا عليها في المناطق ديالها، لعبنا السونتر عندهم ومشينا نضغطوا، ولكن في الحقيقه هذا غير توهيم. حنا ما كناش غنضغطوا عليهم، كنا غنديروا اللي دويت عليها في الفيديو اللي فات، بلوك ميديون، وغنضغطوا على برونو غيماريش وناحيو السيباري. ما كانوش كيضغطوا على قلوب الدفاع، ولكن كانوا كيسدوا زوايا التمرير باش ما توصلش الكره للمتنفس الوحيد ديالهم اللي هو برونو. بدينا ب 4-4-2، خنوس اغوش، وبعد مرات كنا كنتحاولوا 4-5-1 لحظيه فاش كان السيباري كيرجع للميليو تاعنا. السيباري اللي كانت عنده حريه كبيره في التحرك في برمامات، شوفوا على اليمين، شوفوا على اليسار، نشوفوا كيهبط حتى عند ميليو. ربع ساعه الاولى كلينا البرازيل. علاش؟ اول حاجه ما فهموناش كيفاش حنا باغيين نلعب، وكنت كنحس انه فريمون البرازيل ما كانتش محضره لذاك السيناريو. داكشي علاش احتاجت بزاف د الوقت باش خدات الكره وضبطاتها، عاد فهمتنا كيفاش كنلعبوا. ومني فهمتنا كيفاش كنلعبوا ضربناها بواحد ستيل دو جو اخر اللي هو كونتر اتاك. اهم الحوايج ميزات باميتاك ريكوبيراسيون دو بالون في 3 ثواني. وهنا خصني ندوي على بوعدي اللي غالبا غينسف الروايه ديال بوسكيتس احسن ميليو تيران في التاريخ. عاب كيلعب بواحد لا كلاس، بواحد الختوريه، بواحد الجاهزيه، ما كيتخباش، كيطلب كره بو امبورت الظروف اللي كاينه به، كيطلب كره بو امبورت شكون اللي كيضغط عليه، كاين بارتو، كيقطعها مزيان، كيخرجها مزيان، كينفس صحابو، كيشوف التيران مزيان. واحد الوقيته كاع صفق على شادي رياض حيت شافو في واحد البلاصه خاويه وعطى عليه. داكشي اللي قلت في الفيديو اللي فات اننا نحرمهم من الكره هو اللي جرى. فاش كنا حارمينهم من الكره كنا فريمون ضابطين الماتش، ولكن يعاب علينا اللعب الزنقاوي وعجين الكره ديال اوناحي وابراهيم دياز برمات. وانا توقعت ان المدرب بغى يغامر ويخرج ابراهيم دياز بكري. البرازيل ملي ما لقاوش برونو يخرج كره مشاو كيلعبوا على لي كوتي، دينا عليهم لي كوتي. من بعد ما عرفنا ان فينيسيوس كان كيضرب حكيمي في ظهره، كيمي اللي بالنسبه ليا ما جاش اليوم، البيت بعد ديالو بقى واقف كيتفرج، وحتى بالوبي ما كانش افيكاس بتاتا. تياغو ايغور حاول يكون محطه، ولكن الدراري ما خلاوش، وهذه نقطه مهمه. فاش كان كيدخل في هذيك لا زون بين لا ديفونس وميليو تيران شون دومين، كتدخل تما بحال بيرمودا. البيت ديالنا جا فكره عبقريه، كنا كنلعبوا طالعين، ولكن حتى رجعنا نقدروا نزمطوك بكره واحده. دو باس دو بال، حطينا السيباري 17 متر على بوطو ودار له واحد فينيسيون عالميه. كيف يبين البرازيل انه بغينا نضغطوا ولعبوا كره عندنا، بغينا نرجعوا، راه غادي نقدروا نماركيو في اي لحظه. القوه ديال الفريق ديال انشيلوتي هما انهم كيتادابطاو دغيا. المشكل ديال الفرقه كتادابطا هي انها كتبدل لو ستيل دو جو ديالها، وكتدفعك انك تبدل الستيل دو جو ديالك. يعني انت واخا تكون محضر شي سيناريو باغي تفاجئهم به، اون فوا كتشوفوا دار ان شونجمون كتضطر انك تبدل الستيل دو جو ديالك. وهذا الشيء لمح ليه وهبي في التصريح من بعد الماتش. بيد ديال فيني علمنا انه بحال هاد النيفوات هادو تغفل اون سكوند غتخلصها كاش. كنت خايف ان مورا البيت ديال البرازيل نضيعوا، ما قدرنا نجيريو الماتش مزيان، ولكن الطمع ويجي الكره. دوزيام ميطون بعد ما خدا كاسيميرو ايبانيز صفرة، وكان عنده مشكل انهم يخرجوا كره. فكر انشيلوتي دخل فابينيو ودانيلو اللي كيلعبوا بكره مزيان في رجليهم، ولكن اللي ما فكرش فيه انشيلوتي انه حنا ما غاديش نضغطوا ميديا، غادي نرجعوا للبلوك طايح، وبالتالي ما استفدش من القدرات ديالهم اصلا. وبالمنطق ديال لا جيستيون دي كومبيتيسيون كبار، فداك الشيء داروه باليوم 10/10. تعادليه مع البرازيل احسن نتيجه ممكن نخرج بها. ما غنيبويزيش اللعابه بدنيا، ما نمشيش نقلب على شي حاجه فيها مغامره نقدر نولي خاسر انا الماتش الاول، وغنخلي لا فريشور وغنبقى في لا كومبيتيسيون حيت نتعادل مع البرازيل. لوبجيكتيف ديالي كامل مزيان. وهنا الفرق بين البطولات والدوريات وهاد لي كومبيتيسيون بحال هكا. زيميتو ما طلعناش بزاف، كنا كنحاولوا اننا نخرجوا بكره ترافير لي 4-2-4، ما صدقاتش، كنرجعوا ل 4-4-2 بالزربه. وهبي حاول انه يعطي لا فريشور لي كوتي، ولكن ما توفقناش بزاف. بعدنا شويه الزر كنا ممكن نماركيو بالثاني. مورا لي شونجمون فاش دخل مرابي دزنا للضغط العالي، ولكن ما خدمش لينا بزاف، لانه الفكره الاولى كانت ان العناوي هو اللي يكون قدام. من بعد واحد 5 دقائق ما بانش مزيان، وما بغاش يغامر بالثنائيه ديال الارتكاز اللي كانت خدامه، كيف يرجع العناوي وطلع المرابط. هذا عطانا كونترول كثر عاوتاني على البالون في الثلث الاخير ديالهم. وداكشي علاش شفنا ربع ساعه الاخرى المغرب شويه زيد لقدام ومتقدم. 3 اللعابه غنوه بهم على اعلى مستوى. بوعدي دويت عليه. ثاني واحد بالنسبه لي اللي كان اون دو ماتش هو السيباري، كاليتي كبيره بالبي، كيفاش كيشدها، كيفاش كيدور، واخا ماشي مهاجم، وقلتها سابقا مرارا، تعلم بزاف يلعب مهاجم مع وهبي، وتعلم انه يبدل لو بوست ديالو بواحد الشكل فلويد وما كتحسش بانه عيان. الرجل الثالث بالنسبه لي هو مزراوي، اللي الوحيد اللي كان كيخرج كره هو كيجري بها مزيان. داكشي دا مزراوي توقعت يديروا حكيمي، ولكن ما عرفتش علاش. مزراوي راه براتيكومون هو اللي جا من عنده. ما نساوش شادي رياض اللي حتى هو دار ماتش نقي وكان كيخرج كره مزيان برجليه.
كيفاش نجح المغرب انه مانيبيولي البرازيل تاكتيكمون كيف ما بغى. ندوي شويه على واحد اللمسات تكتيكيه واضحه. اول حاجه راه المغرب بدا ب 4-4-2، والناس اللي كيقولوا لا 4-2-3-1 وداك الشيء راه في لي فو دو ماتش ديال وهبي كانت 4-4-2. اي تغيير بسيط في الرسم كان كيبان لكم غير اجتهادات من اوناحي وبراهيم. فاش المغرب كانت عنده الكره كان كيبني بواحد الفورما ديال 4-2-2، وهي التطور المنطقي ديال 4-2-4 اللي وهبي دائما كيبغي يبني بها وخدم بها في كاس العالم ديال اليوفا. غير هو الفرق فيها بزاف ديال الموفمون، حيت فاش كان ابراهيم دياز كيدخل العمق كيخلي الكولوار اشرف حكيمي، وهذا الشيء كيخلي الظهير الايسر البرازيلي دوغلاس سانتوس بين جوج خيارين صعاب، واش يتبع ابراهيم دياز لداخل ولا يبقى يغطي ظهره حيت كاين اشرف حكيمي. كيف ما كتشوفوا في الخريطه الحراريه راه دوغلاس سانتوس كان كيدير موفمون لداخل والخارج، وبهذه الطريقه بالضبط ماركينا البيت. لكن اكثر حاجه بهراتني في المنتخب ديالنا هو اللعب بلا كره. وباش نفهموا هذه القضيه خصنا نعرفوا بعد البرازيل كيفاش قررت تلعب. في الاستحواذ كانت البرازيل كتلعب ب3-2-5 بهدف تكتيف التواجد في العمق وارباك داك البلوك ديال المغرب. ولكن لعابه المنتخب كان عندهم الحل المثالي ودويت عليه سابقا، انهم كيسدوا زوايا التمرير على برونو غيماريش. كانوا قراب لي ميليو تيران البرازيل على الدفاع ديالهم، وهنا كانت المانيبيولاسيون ديال الضغط. حنا اللي كنوجهوهم فين بغينا نضغطوا عليهم. اون فوا كتدخل الكره لا زون عندنا كنضغطوا. وهذا الشيء علاش قلت ان التواجد اللعابه البرازيليين بين الخطوط كان عديم الفائده بحال ما كاينينش، والبرازيل ما لقات حتى شي حل انها تقدموا في هذيك البلاصه. واذا كان الشوط الاول شبه مثالي للمنتخب فانشيلوتي قرر انه يبدل الخطه ديالو ل 4-2-4 باش يجبر الاجنحه ديالنا انهم يخرجوا يضغطوا خنوس وابراهيم، وهنا غيخلق تفوق عددي باش يخلي فينيسيوس مرتاح. هذه القضيه ما قدرناش بزاف نحبسوها، ولكن قررنا ندافعوا بلوك على البوطو ديالنا ونجحنا فيها. حاجه اخرى انشيلوتي طلب من باكيتا انه ما يبقاش ياخذ الكره بكري، يعني يخلي برونو ياخذها ويمشي للهالف سبيس اللي كاين حدا فينيسيوس باش يعاونوا، لان دوغلاس سانتوس ما كانش كيطلع. صدقات مره واحده فين دخل باكيتا وضرب هذاك دومي فولي، ضربها في هذاك لاسباس. هنا وهبي قرر انه يجربوا يدي شويه باش يعاون حكيمي على فينيسيوس وباش يسد على باكيتا داك لاسباس. ما بقاش قرقبه باكيتا وموراها بشويه انشيلوتي فهم هذه القضيه وخرجوا. كان اي مشكل عند وهبي في البوزيسيون ممكن يلقى ليه الحل عند بوعدي. حتى العناوي اللي فريمون في تشيس كان بطل البارح، وانا كنت متاكد ان وهبي غادي يفكر انه يمانيبيولي البرازيل بحال سيناريوهات وهميه بحال في الاول فاش وهمهم انه يضغط عليهم وداك الشيء، باش دائما نكونوا حنا سابقينهم بواحد شويه ثواني في التفكير. يعني عندنا لو سيناريو اللي غيقدر يجري، هو الكره كتبقى لامسه وشويه ديال الحظ وشويه ديال النباهه ديال اللعابه هي اللي خلاتنا ما نربحوش ويتمارك علينا داك البيت. عندي تقييم ديال لعابه المنتخب ضد البرازيل. اول واحد ياسين بونو بالنسبه لي دار ماتش كوريكت، دار 4 لي باغاد في لا سيرفاس ودار 2 ديغاجمون اعتقنا من الكره ديال عيسى ديوب. اشرف حكيمي بالنسبه لي المسؤول الاول على الهدف لانه خلى داك لاسباس وبقى واقف. خويا اشرف هادشي ما كديروش باريس سان جيرمان. اي تقاتلتي لعبتي ضد فينيسيوس اسرع واحسن مراوغ في العالم، ولكن اخويا ديفونسيفمون تقمتينا في ديك البيت، اوفونسيفمون طمعتي في شي جواري. وفاش كان كيخلي لك ابراهيم دياز الكولوار ما كنتيش كتزيد فيه، ما عرفتش واش تعليمات المدرب ولا غير انت. عيسى ديوب انت كتبان كباري صحيح سوليد كتخلع الناس، ولكن راه كتجيك واحد حاله شرود واحد الوقيته التركيز ديالك تيمشي كتخلع صاحبي. وفي هذيك الكره انت عارف لاعب ضد فينيسيوس ورافيني ما يمكنش تلعب شي كره وانت ما متاكدش منها 100%. شادي رياض بالنسبه لي قدم واحده من احسن الماتشات ديالو هذا العام، بالون في رجليه كيعطيك واحد شويه الراحه. واحد اللقطه راه بدا كيخربق في الانالوج في القدام وبدا كيتمرقن باللعابه وداكشي، ولكن كان كيخرج كره بطريقه مزيانه. نصير المزراوي بالنسبه ليا ثاني او ثالث اوم دو ماتش، الوحيد اللي كان كيقدر يجري بالبالون شد رافينيا دارو في جيبو. ايماجين رافينيا بالسرعه ديالو بلا تكنيك ديالو خلاه ما يبانش وخلاه يمشي يقلب باش يقيس كره في دي زون بعاد على لا زون ديالو. ايوب بوعدي ما غندويش عليه بزاف لاني درت فيديو عليه كامل، بزاف د لا كلاس، لاعب ما كيتخباش، لاعب عنده جميع انواع الحلول وكتحس به سابق الماتش بواحد 2 سكوند. كيف عارف شنو غيجرى في مورا ديك لاكسيون، كيطلب الكره في كاع البلايص انه كيشوف الماتش بالرالونتي كيبان ليه دوك الناس اللي حداه 0.5 فهمتي، كيبانوا ليه ثقال هو عارف شنو غادي يدير. نائل العناوي ما خداش حقه من التطبال، ولكن راه دار ماتش بحالو بحال بوعدي تقريبا، واكثر واحد دخل في لي دويل فيزيك هو نائل العناوي وكلا العصا ديال بصح. وما نساوش انه هو اللي كان مسؤول انه يدير لي كورس دو بروجيكسيون لقدام، كيف راه جرى اكثر من اللعابه الاخرين. 90% ديال التمريرات الناجحه في نص تيران الادفيرسير رقم مزيان. وما نساوش انه تبدل لي البوست ديالو في الماتش 4 ديال المرات وبقى بنفس المستوى. عز الدين اوناحي خويا عز الدين اللعب ديال الزنقه والتمركين وعجين الكره راه ما كيخدمش ديما، تلعب في لي دومي زيسباس مزيان، كتلعب في لي زيسباس صغار مزيان، ولكن اخويا طلقها من وقت خصها فرابيها. راه شحال هذه كنتي انت هو العالم بالمنتخب، دابا راه دايرين بك العلماء، يعني خصك تزيد طلع النيفو. الخنوس بالنسبه لي هو لعب من احسن الماتشات ديالو، وكنت عارف ان الخنوس غيدير ماتش كبير. اول حاجه انه جربوا على اليسار وشفتوا كاع كانوا كيجربوا على اليسار. ثاني حاجه في رجليه مزيان. ثالث حاجه قوي سوليد ماشي بحال اوناحي اللي شويه مرخي، بحال شي حط ريتو في لاشارج فيزيك في الماتش. ابراهيم دياز كاليبر ديال اللعابه كبار، اكثر واحد كان كيعرف يشد الكره يجري بها، واخا حتى هو فيه بزاف ديال تمعجين الكره، ولكن في شي لحظات كان خاصو يدير هذاك الشيء. بالنسبه لي الاسيست كيشفع عليه
على الماتش كامل، واخا كان ممكن انه يماركي، كنت كنحس انه عنده قدره يماركي، ولكن الوحيد اللي كان كيمتص الضغط البرازيل هو شاد الكره. اسماعيل السيباري خويا ما شاء الله، كنظن تكنيكمون انت من احسن اللعابه اللي كاينين في اوروبا الان خويا. لي كونترول ديالك كي دايرين، ديك البيضه خشيتي ليا داك دوغلاس مسكين خسرتيه. كان 9 اوكي، كان 10 واعر، كان 11 اكثر لاعب كان كيضغط. بالنسبه للبدلاء ما كاينش بزاف ديال الحوايج نقولوا عليهم، من غير ان المرابط بين اشارات مزيانه انه عنده الشخصيه، وهذه هي اهم حاجه في المنتخب، هي كاركتير كاين، عنده الشخصيه يلعب ماتشات كبار، وشفنا اوفونسيف اكثر من البوست اللي كيلعب فيه دابيتود. وختامها محمد وهبي 100 على 10 ونعمتم.